بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب على الامه الاسلاميه كلها، صوما مقبولا وافطارا شهيا. طبعا يا اخوانا يعني ده شهر عبادات طبعا، وشهر صوم وشهر صلاه. ربنا يا رب يغفر لنا ذنوبنا، وباذن الله نكون طالعين من الشهر ده على خير باذن الله وسلام، وربنا يهدينا كلنا. طبعا يا اخوانا يعني قبل ما نبدا الفقره ما تنسوش طبعا نتمنى الشفاء طبعا لرئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وطبعا نتمنى كمان لاحمد شيكا لاعب نادي الزمالك، ربنا يا رب يشفيهم اجمعين. طبعا ليالي دوري الابطال وليالي الدوري ساخنه في رمضان، في ليالي الشتاء البارده زي ما بيقولوا. طبعا يعني شفنا اول امس وامبارح مباريات كبيره جدا. طبعا قرعه الدوري ومفاجاه كبيره، طبعا الثلاث الجاي باذن الله هتبقى قمه القطبين، النادي الاهلي ونادي الزمالك، وقمه مفاجاه جدا. هنشوف طبعا مباراة قوية جدا طبعا دوري الأبطال. لكن هنتكلم طبعا على الدوري المصري الأول. طبعا أمس شفنا النادي الأهلي بيفوز على طلائع الجيش وتستمر المطاردة. طبعا وضع الهدف الأول اللاعب جراديشار طبعا من خطأ قاتل من حارس طلائع الجيش، ثم مروان عطية من ركلة جزاء مستحقة. كمان بيراميدز فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف. وضع الهدف الأول مصطفى فتحي من ركلة جزاء، ثم تعادل أحمد بالحاج ليأتي طبعا الشيبي بهدف الفوز. كمان طبعا تعادل بتروجيت وغزل المحله بيخدم زد طبعا، ويلعب كده بيلعب زد في التسعه الكبار، وطبعا بتروجيت والمحله بينزلوا تحت في التسعه طبعا الهبوط. كمان زد تعادل مع الاسماعيلي وتتعاقد فرصه، وتتعاقد حتى الان امال الاسماعيلي. هنشوف طبعا هيعمل ايه. كمان المصري البورسعيدي بيفوز على مودرن سبورت برباعيه مقابل هدفين. وطبعا الانتصار الثاني على التوالي للمدرب انيس بوجلبان. هنشوف طبعا المصري مع هذا المدرب هنشوف فرقه قويه، ممكن كمان تكون احسن من علي ماهر. طبعا كمان البنك الاهلي وعروض جميله، بيأدي البنك الاهلي عروض جميله جدا السنه دي. بيفوز على حرس الحدود بهدفين لهدف، وبيحجز طبعا مقعد لنفسه في الدوري في طبعا جوله الحسم. كمان نادي الزمالك بيكسر صيام التعادلات وبيفوز على نادي انبي بثلاثيه مقابل لا شيء. وطبعا عبد الله السعيد ومن جوري السعيد ويسعد طبعا وضع هدفين. والمهاجم السالك اللي فعلا ربنا مديله كتير ناصر منسي بيحط الهدف الثاني، هدف جميل جدا. وبكده خلاص يعني كله عرف، التسعه الكبار اتعرفوا، والتسعه اللي هيلعبوا على مقعد الهبوط اتعرفوا. طبعا نخش بقى على قمه الدوري الثلاث الجاي. طبعا الزمالك عنده مباراه غدا في كاس مصر امام مودرن سبورت. في حاله فوزه على مودرن سبورت سيلاقي سموحه في الدوري القادم في كاس مصر. طبعا نخش بقى نتكلم كده ايه بين الفواصل، نتكلم في الفواصل عن عن طبعا ايقاف شوبير. وفعلا احنا كنا الفقره اللي فاتت قلنا فين المجلس الاعلى للاعلام، وطبعا شوبير لمده اسبوعين يختفي، يعني زي ما بيقولوا كده هيتسلسل لمده اسبوعين. طبعا يعني بجد شفنا اللي عمله الايام اللي فاتت. طبعا كلامه عن الزمالك، تهديده المباشر لرئيس لجنه الحكام ولرئيس لجنه المسابقات، وشفنا كلام كتير. طبعا بقى نتكلم عن تريكا والاعلام. بجد والله يا اخوانا يعني النادي الاهلي من حقه يعمل اعلان وكل حاجه، يظهر تريكا بقى، يظهر اللي يظهر. طبعا احمد موسى طالع بيقول لك انا مش هشجع الاهلي. بجد والله يا احمد يا موسى، هو انت فاكر ان انت مثلا هتبطل تشجع الاهلي هو الاهلي هيخس بيك؟ يعني مش هيخس بيك يا حبيبي والله. طبعا عمرو اديب بيقول لك مبروك عليكم ابو تريكه، وده حجم النادي الاهلي. طبعا يعني يا ابو عمرو اديب انت لا تعليق، انت كده كده سلمت نفسك للجنسيه السعوديه وخلصت خلاص، مع احترامنا الكبير طبعا لشعب الحرمين. لكن يعني بجد والله انتوا يا اخوانا ما بتتعلموش. بجد والله انت لما تهاجم واحد زي ابو تريكه انت كده بتزود شعبيته. ابو تريكه مش محتاج، بجد ابو تريكه محبوب في كل الوسط الرياضي، حتى بره مصر معروف يا جماعه محمد ابو تريكه. ربنا يهديكم، ده اللي هقدر اقوله لكم. طبعا نخش بقى على دوري الابطال والليالي الساخنه في دوري الابطال. وطبعا ديربي مدريد، ريال مدريد بيفوز على اتلتيكو مدريد في البرنابيو، وفي انتظار طبعا مباراه العوده في الواندا متروبوليتانو. كمان استون فيلا بيفوز على كلوب روج بثلاثيه مقابل هدف في بلجيكا، طبعا في انتظار الحسم في انجلترا. كمان كمان ليفربول بيلدغ باريس سان جيرمان في البارك دي برانس بهدف اللاعب اليوت. بنفس اللدغه برشلونه بيفوز على بنفيكا في معقل بنفيكا بهدف اللاعب رافينيا. وطبعا يعني الحسم لسه في اراضيهم الاثنين، لكن بنسبه كبيره برضو ارسنال بيضع قدم كبيره قوي بفوزه على بي اس في ايندهوفن الهولندي بسباعيه مقابل هدف.
كمان انتر ميلان بيفوز على فاينورد روتردام في هولندا برضو بهدفين اللاعب ماركوس تورام. كمان بنشوف الصراحة كمان بنشوف بايرن ميونخ بيفوز على باير ليفركوزن بثلاثية مقابل لا شيء. لا يعني فعلا نتائج قوية جدا السنة دي، وفعلا دوري الأبطال السنة دي مشتعل بنسبة كبيرة. طبعا النهاردة هنشوف مباراة مانشستر يونايتد في طبعا الدوري الأوروبي أمام ريال سوسيداد. هنشوف طبعا أموريم في اختبار صعب جدا أمام المخضرم الأسباني مانويل بيرليجريني. هتبقى مباراة قوية جدا بين الاتنين على فكرة يا جماعة. طبعا أتمنى ما كنتش تقلت عليكم، معلش احنا كنا طبعا طالعين من الفطار، فمعلش اعذرونا يا جماعة اللي احنا بنتكلم بسرعة. طبعا اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها وعلى الناس عامه. حافظ الله فلسطين. نترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، وصوما مقبولا وافطارا شهيا. وربنا رب ربنا رب يحمي الكل. ربنا رب يحفظ لنا الوطن العربي وشعوبه. شكرا. السلام عليكم. Go, 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 we can go right now.